هاتي 3 جنيه وكيس ميه وحطيهم كده في المطبخ، وتعالي ما اقولك على فكره عبقريه هتحلي لينا اكبر مشكله بتواجهنا كلنا. فيديو النهارده مليان افكار حلوه جدا، تابعوني للاخر، ما تنسوش اللايك. يلا بينا نبدا الفكره الاولى مع بعض. اول فكره معانا، لو انت عندك صباع الروج وفضي بالشكل ده اوعي بترميه، بجد ده كنز في بيتك. هقولك على فكره حلوه قوي. هتروحي جايبه الاسبونج دي، الاسبونج طبعا دي اللي احنا بنغسل بيها المواعين، وهتقطعي كده حته بالشكل ده، يعني يكون سمكها بالشكل ده بحيث ان احنا نقدر نحطها في صباع الروج ده السمك اللي احنا عايزينه. هتحطيها كلها بالشكل ده، وتعالي ما اقولك على فكره خطيره لازم تعمليها. هتروحي جايبه، عارفه الدبابيس اللي موجوده عندك في البيت ده، بقى الدبابيس دي بنحتاجها طبعا واحنا خارجين، دبوس وقع كده بنحتاجه طبعا في البيت او بره البيت كمان. هتروحي حاطه كل الدبابيس بالشكل ده في صباع الروج، وبكده عملنا كده حافظه للدبابيس حلوه قوي، وكمان شكلها شيك. وتحطيها كده، تقدري تحطيها في الشنطه بتاعتك او في اي مكان، شكلها حلوه قوي، وقت ما تحتاجي هتشيليها بكل سهوله. حقيقي الفكره دي من احلى الافكار اللي احنا هنسمعها النهارده. تابعوني بقى للاخر. فين اللايك؟ تعالوا بقى نشوف الفكره اللي بعد كده اللي يعني هتعجبكم جدا. لو انت عندك كده الزيت بتاعك فيه ريحه كده، وخصوصا زيت التموين بيكون كده فيه ريحه مش لطيفه، تعالي ما اقولك بقى على فكره حلوه قوي هتخلي ريحه الزيت ده خطيره في اي اكل. عارفين الزعتر اللي بيتباع عند العطار؟ هتروحي جايبه شويه زعتر كده، والزعتر يا جماعه اللي بيكون يعني بالشكل ده، الزعتر ده بتجيبيه من عند العطار ب10 جنيه او اي حاجه عادي، مفيش اي مشكله خالص. بعد كده هتجيبي شويه الزعتر وتحطيهم في ازازه الزيت بالشكل ده. عايزه اقول لك هتخلي ريحه ازازه الزيت خطيره لحد اخر لحظه. يعني ساعات كده واحنا بنقلي بتبقى كده في ريحه مش كويسه في بعض الزيوت، طبعا مش كل الزيوت. فانت هتروحي جايبه معلقه كبيره او معلقه صغيره، خليها معلقه صغيره من الزعتر بالشكل ده، وتحطيها في الزيت. بجد الفكره دي حلوه قوي، جربيها. تعالي بقى نشوف الفكره اللي بعد كده. عارفه الاسبونج دي كنز بجد في بيتك. تعالي ما اقولك على فكره حلوه قوي تعمليها. هتروحي جايبه ب5 جنيه كربوناتو من عند العطار، وبعد كده هتروحي جايبه الاسبونج دي وتحطي يعني تجيبي بخاخه بالشكل ده، وتروحي بخه الاسبونج علشان الكربوناتو يثبت. بعد كده هتجيبي شويه من الكربوناتو تحطيها على الاسبونج، وتعالي بقى كل عند التلاجة حطيها في التلاجة. عايزه اقولك الفكره دي حلوه قوي، بتمتص كل الروائح في التلاجة، وتسيبيها كده، ممكن تغيريها كل اسبوع، تغسليها وتحطي شويه كربوناتو. الفكره دي حلوه جدا، هتشيل اي ريحه وحشه في التلاجة. فين بقى اللايك يا حلوين؟ الفكره اللي بعد كده، لو انت عندك اكياس الاوكسي، البرسيل، الحاجات دي كلها، وطبعا بتسيب روائح كتير جدا في الاكياس، فطبعا عايزين نستغل الموضوع ده. فاحنا هنروح حاطين هنروح فاتحين الكيس بتاع الاريال او اي كيس موجود عندك، وبعد كده عايزه اقول لك تحطيه في كل الدواليب اللي موجوده عندك، هتخلي ريحه الهدوم خطيره. لو انت تبقى تيجي تلبسيها هتحسي انت كده لسه غاسله الهدوم. بجد الفكره دي حلوه قوي، جربيها واوعي ترمي الاكياس دي بعد كده. تعالي بقى نشوف الفكره اللي بعد كده. عارفه الستانلس اللي موجود ده المحروق ده، وطبعا لو استخدمت اي حاجه يعني مش جايبه نتيجه خالص، فانت هتروحي جايبه ب5 جنيه صنفره من عند اي واحد بيبيع يعني حاجات بنا او كده. فانت هتروحي كده، بصي بصراحه خطيره في ان هي تشيل اي حاجه او ترسبات او الحاجات اللي موجوده من النار دي. بصوا الفكره دي حلوه قوي، حتى بص من غير اي غسيل ومن غير اي مونتاج اهو بتشيل الحاجات والحروق دي بكل سهوله. جربيها ان شاء الله هتعجبك جدا. بصوا الفرق واضح اهو يا جماعه، كانها كده لسه جديده، جايباها كده لسه جديده، حتى لو اتخربشت كده خربوش صغير لكن بتخلي الستانلس كانه لسه جديد. نيجي للفكره اللي بعد كده. هاتي بتاعه السلمون دي، اوعي ترميها، بجد دي كنز في بيتك. تعالي بقى الفكره اللي بعد كده. هاتي بقى فحميه، وبعد كده حطي الفحميه في لا حتى لو عندك مبخره ما فيش اي مشكله خالص، بس دي سهله خالص. انا اتلسعت، فانت روحي حاطه الفحميه في البتاع بالشكل ده. وهاتي لبان دكر. عارفين اللبان الدكر ده هتلاقوه عند اي عطار. هاتي مثلا ب3 جنيه ب5 جنيه على حسب مقدرتك. وبعد كده بقى ايه، حطي 2 3 كل يوم، هتشيل اي حشرات اللي هي بتقرص او اي حشرات كده بتطير في الجو، لان الحشرات دي ما بتحبش الريحه اللي طالعه من لبان الدكر مع الفحم. جربي الفكره دي هتعجبك جدا. وبصي على اركان البيت كلها امشي كده. هي الريحه طبعا يعني مش ريحه بخور ولا حاجه، بس انت لو رحتي كده لكل الاماكن هتشيل بقى كل الحاجات والناموس والحاجات اللي بتقرص دي. جربي الفكره دي هتعجبك جدا. تعالي بقى نشوف الفكره اللي بعد كده. الفكره اللي بعد كده، عارفين السلوتيب ده؟ طبعا لما نكون لوحدنا بنكون محتاجين كده يعني نقطع منه، بس بنتضايق قوي من الموضوع ده ونروح عاملينه بسناننا. بس
بس لو عايزين فكره اسرع واسرع في التقطيع، هتروحي جايبه السولوتيب ده وحطاه على الرخامه بالشكل ده، بس هتلزقي الطرف الاولاني او طرف صغير كده، وبعد كده بقى تقصيه بالمقص. طيب هتروحي قصه كده القطع اللي انت عايزاها، لو عايزه تلزقي كرتونه، لو عايزه تلزقي اي حاجه، وكل ما تحتاجي يا جماعه هتروحي شايله الحته بكل سهوله وهتتقطع معاكي. يعني بصي لما تلزقيها كده بالشكل ده، بصي هتروحي شايله كده بكل سهوله. فانت تقدري تستخدمي السولوتيب كده لوحدك من غير بقى اسنان ولا اي حاجه. جربي الفكره دي هتعجبك. طيب فين اللايك يا حلوين؟ تعالوا بقى نشوف الفكره اللي بعد كده. الفكره اللي بعد كده، هاتي منديل كده وهاتي برفان، وتعالي ما اقولك على فكره خطيره هتعمليها في البيت. هتروحي جايبه المنديل بالشكل ده، وبعد كده هتروحي جايبه اي برفان انت بتحبيه، وبجد الفكره دي خطيره ان انت بتخلي ريحه كل الريسبشن يعني كده ريحته حلوه قوي. هتروحي جايبه المنديل، وطبعا منديل مع البرفان بيثبت جدا، وهتروحي جايبه المخدات اللي موجوده عندك بالشكل ده، وهتحطي المنديل في المخده. اي بقى ضيف جايلك هيقولك ايه ريحه الريسبشن الخطيره دي وريحه المخدات اللي موجوده عندك. عايزه اقولك جربيها في كل المخدات ومش هتاخد منك اي وقت وهتعجبك جدا. تعالي بقى نشوف الفكره اللي بعد كده. هاتي بقى 3 جنيه وكيس ميه، وتعالي بقى علقيهم في المطبخ بالشكل ده. طيب هنعمل ايه؟ هتروحي جايبه 3 جنيه وكيس ميه عادي خالص، وقبل ما تقفلي كيس الميه هتروحي حاطه ال3 جنيه بالشكل ده، وهتقفلي الكيس عادي. هنلاحظ طبعا في النهار هتدي ضوء عاكس كده. طبعا الفكره دي هتحطيها بقى على باب ضلفة المطبخ، على الشباك، على اي حتة كده فيها دبان كتير جدا جدا. طيب معناها ايه الفكرة دي؟ ان انت مثلا لما تحطيها بالشكل ده، اي دبانة هتيجي تبص على الكيس هتحس كده ان هي يعني عاكس كده لعينها، فهتمشي ومش هتدخل البيت. لكن الفكرة دي حاسة ان هي مش عمليه قوي، بس انتوا لو جربتوها قولوا لي هل هي عمليه ولا لا، يعني كده ناخد تجارب من بعض. تعالي بقى اقول لك الفكره اللي بعد كده. لو انت عندك المكرونه ومش عارفه تكسريها بالشكل ده، تعالي حطيها فوطه بالشكل ده، وتعالي بقى يستكل على حته كده من طرف الرخامه وقطعيها. هتقولي لي المكرونه ما بتتكسرش. لا انا عندي اطفال، وطبعا اي حد عنده اطفال بيكسر المكرونه، وانا اصلا ما بحبهاش طويله وما بعرفش اكلها طويله يا جماعه، وهتطلع معاكي مكسره من غير حتى ما تفتحي الكيس خالص ولا يتقطع ولا اي حاجه، لانك انت لو قطعتيها والكيس موجود فيها كده من غير الفوطه هتتكسر وهتقع منك وكده. فالفكره دي حلوه قوي، حتى لما تيجي تحطيها في البوتاجاز بالشكل ده هتتحط معاكي بكل سهوله من غير بقى اما هي تقع ولا حاجه. لكن طبعا اللي واقع ده من الفكره الاساسيه، ان انت مثلا اهو لما تحطيها بالشكل ده هتقع منك وهتتفرفت منك خالص، لكن لما تقطعيها وتحطيها بالفوطه هتقعد معاكي مش هتقع على البوتاجاز. اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والمتابعه، والسلام عليكم.